بفيديو فحص عربية جمل 2008. عربية كاملة فول اوبشن، شاشة محترمة قوي، فتحة سقف، صالون جملي، عربية متدلعة اخر دلع، معمول لها ريموت وجهاز تحكم عن بعد بالكامل، وبيدور العربية كمان من على بعد. عربية حاجة كده يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يا رب يبارك اللي هتكون من نصيبه ويديله خيرها ويكفيه شرها. عربية بسم الله ما شاء الله تحفة بمعنى الكلمة. الريموت بتاعها زي ما حضراتكم شايفين شكله كده انتيكا قوي. الريموت دوت يا جماعة بيتحكم في السيارة عن بعد وبيدورها كمان من على بعد. بضغطة طويلة هنا تقدر تدور السيارة عن بعد. الازاز مفتوح تقريبا، مش هتشتغل. المهم ان الريموت ده حضرتك بتقدر تدور بالسياره، يعني وانت قاعد في البيت قبل ما تنزل تروح الشغل، العربيه وهي مركونه في البيت بره، حابب تسخنها شويه تدورها بالريموت، بتسيب العربيه بتسخن، تيجي جنب العربيه تفتحها تحط المفتاح، او مش محتاج تحط المفتاح، هي العربيه اوتوماتيكلي هتدور لوحدها يعني. فدي برضو اوبشن جميل جدا عجبني وشدني في العربيه وحبيت ان انا ابينه لحضراتكم. بس معذرة بقى ازاز العربية متفتح عشان خاطر الضوء يدخل داخل العربية، لأن العربية متصيمة بالكامل ومش هنعرف نشوف الصالون بتاعها من جوه لو ما كناش فاتحين الازاز. عربية عليها طقم جنط سبور محترم جدا 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 جدا. طقم الجنط يا جماعة ده لوحده ثمنه في مصر لا يقل عن 15-20 ألف جنيه. طقم جنط مقاس 17، حاجة يعني كده دلع الدلع. العربية الملاحظة الوحيدة اللي فيها ولا تعيب العربية في أي شيء، العتبة من تحت فيها حافة يعني قد صابع الإيد في العتبة. في مصر كده الجهاز بتاع المغناطيس ده بيشدها بيه، ترجع العتبة ب 100 جنيه، ترجع العتبة تاني تاني. طبعا ما تعبش العربية في أي شيء، مفيش فيها أي حاجة. العربية تحفة بمعنى الكلمة، لون أبيض مميز قوي، عربية أنتيكا قوي متدلعة، طقم جنط، الصالون بتاعها جملي من جوه. يا ربي الشاشه بتاعتها بصراحه كمان جميله وعجباني قوي. كل حاجه في العربيه بصراحه مميزه. الريموت بتاعها والتحكم عن بعد جميل جدا، اوبشن روعه بصراحه. عداد العربيه 112,000 فقط، عداد شرعي ما شاء الله تبارك الرحمن. الشاشه بتاعتها شكلها تحفه قوي، مرايه تعتيم، صاحبها مدلعها ومركبها مرايه تعتيم، فتحه السقف بتاعت السياره ما شاء الله. نفتح فتحة السقف طلعها لفوق زي ما حضراتكم شايفين. صاحبها برضه من ضمن الحاجات، صاحبها كان مركب على الكراسي بتاعتها هنا كده زي الاعداد ديت عشان تحافظ على الفرش. طبعا انا ما رضيتش اشيلها وسبتها حتى في التصوير في الصور حاططها سايبها، يعني صاحب العربية زي ما العربية جاية تكون رزقه. بسم الله ما شاء الله. حالة الفرش الابواب والفرش الكنبه الخلفيه، الفرش بالكامل حالته ممتازه جدا. طبعا الاوبشن الكوري اللي حضراتكم كلكم عارفينه، مرايات ضم يمين وشمال، عندنا السنتر لوك، ازاز سواق اوتو ضغطه واحده، باقي ازاز العربيه كهرباء برضه ان شاء الله. التحكم كامل في الطاره، عندنا عشان المساحات او فوانيس الشبوره يا ربي، السخانات بتاعت فوانيس الفوانيس. عندنا تحكم في الاضاءه الداخليه، كل الاضاءه الداخليه للعربيه زي ما حضرتك شايف كده، اضاءه التابلو والاضاءه الداخليه للعربيه. تحكم في الطاره بالكامل، الشاشه بتاعتنا الجميله، كاميرا الباركنج والحساسات الخلفيه، مرايه التعتيم، فتحه السقف، تكييف تاتش. عربيه طبعا بتبقى بلوتوث، UX USB، مخرجين، مخرج للشاحن، مخرج للولاعه، سخانات كراسي يمين وشمال.